قهرونا هاد الناس هادو واش ما عرفناهمش حكومه ولا عصابه، ما فهمتش انا. هذيك الانتخابات اصلا هي مزوره، انتخابات مزوره. راك الدوله بعد غدا غتهوى البلاد، احنا غاديين واحد النفاق مظلم، غاديين واحد النفاق ما عارفينش راسنا فين غاديين. السلام عليكم ورحمه الله. اخواني اخواتي، بعد موجة الغلاء الاسعار التي يشهدها المغرب انتفاضه كبيره ومظاهرات حاشده في العديد من المدن المغربيه، ومواطنون مقهورون يشتكون من موجة الأسعار الحارقة، والحكومة في صمت كبير. وقناة الجزيرة اليوم تخرج بتقرير تفضح فيه كل التلاعبات أو التصريحات التي تخرج بها الحكومة. قبل أن نبدأ في الفيديو، المرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وترك تعليق محفز. هيا نشاهد الفيديو. لم يعد السوق الأسبوعي كما كان، فحركة البيع ضعيفة والوجوه حائرة بعد أن بلغ الغلاء مستويات غير مسبوقة. هروبا من غلاء المدينة، تحملت الجدة فاطمة عناء التنقل للسوق في ضواحي الرباط، بيد أنها تفاجأت بأسعار بعيدة عن قدرتها الشرائية. 300 واحد راه قال لي 600 في الدخله في الوسط، اللي قال لي 600 ريال و600 اش غناخذ بها؟ نص كيلو ب 300 اش غندير به؟ جوج فلفلات ما ندير به والو ولدي. هاد الدرويش ما غيعيش مزيان. ما عمرنا عشنا في هاد الحاله اللي كنعيشوا حاليا. راه ان هادشي راه بزاف راه المواطن ما قدرش ما يستحملش هادشي هذا. البترول غالي، الخضار غالي، الفواكه غالي، اللحم غالي. اللحم اللي واصل 100 درهم واش يقدر المواطن يعيش بها؟ ما يقدرش المواطن يعيش بها. ارتقى البصل مراتب عليا بعد أن كان أرخص الخضروات على الإطلاق، وبلغ سعره نحو $2. إجمالا فاق التضخم خلال شهر فبراير الماضي 10%. أما تضخم المواد الغذائية فوصل إلى 20% لأول مرة في تاريخ المغرب. لا تتفق المؤسسات الرسمية على رأي واحد بشأن أسباب التضخم، فالحكومة تعتبره مرحليا وترجعه إلى عوامل خارجية وأخرى مناخية. أما الهيئة السامية للتخطيط فتقول إنه محلي وتحذر من أنه سيصبح مستداما. ندرة الماء بسبب التصحر، وهناك غلاء الطاقة، وهناك غلاء الأسمدة. كل هذه العناصر تكالبت لتخلق نوع من الضغط على الأسعار. ولكبح جماح التضخم تدخل البنك المركزي برفع سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي. بدورها تقول الحكومة إن إجراءاتها ستمكن من عودة الأسعار إلى ما كانت عليه. بدأ المنحة ديال هذه الأسعار ياخذ واحد المنحة تنازلي، وهذا مهم جدا، والحكومة سوف تستمر في العمل بهذا النفس الجماعي. وبالموازاة كشفت بيانات وزارة الفلاحة ارتفاع حجم صادرات الفواكه والخضروات لتصل إلى 2,300,000 طن خلال العام الماضي، بنمو بلغ 10%. في ظل موجة التضخم تتعالى أصوات أحزاب سياسية ونقابات مهنية ومواطنين بسطاء تطالب الحكومة بإجراءات أكثر فعالية تخفف من قهر الغلاء وتعيد الأسعار إلى طبيعتها. المختار العبلاوي، الجزيرة، الرباط. إذا الإخوان ديالي والأخوات ديالي، اش بان لكم في التصرفات ديال الحكومة المغربية اللي ما قداش ولو تحرك ساكنا؟ المغاربة اليوم يكتوون من غلاء الأسعار، المغاربة اليوم ما قادين يشراو الخضرة، المغاربة اليوم أصبحت القدرة الشرائية ديالهم ضعيفة جدا. الطبقة الوسطى اللي كانت بالأمس القريب هي التي تربط بين الأغنياء والفقراء، وهي اللي كانت تحافظ على التوازن ديال المجتمع، اليوم المغاربة يجمعون على أن هذه الطبقة تم محوها بصفة تامة، لم تعد هناك طبقة وسطى نهائيا. ولذلك اليوم هذه الحكومة اليوم أشنو هو الهدف ديالها؟ أشنو هما الأهداف ديال الحكومة هذه؟ الخضار وصلت لواحد الأثمنة لا يمكن
الطبقة الوسطى تحملها، فما بالك بالناس الفقراء المعوزين والمهمشين. يكفي الذكر أن اليوم الفلفلة 14 درهم، البصل 15 درهم، الخيار 13 درهم، الطماطم 14 درهم، البطاطس 9 دراهم، 10 دراهم. فين غادي بهاد الأسعار؟ فين؟ المغاربة راه ما قادينش على هذا الشيء. المغاربة اليوم ليست لديهم القدرة لشراء هذه الخضر بهذه الأسعار المرتفعة جدا. الحكومة اليوم خصها تراجع نفسها، الحكومة اليوم خصها تدخل، الحكومة اليوم خصها تفرض قوانين ولا تسقيف ديال الأسعار ودير المراقبة ديالها باش المواطن البسيط المغلوب عن أمره ما يمشيش للسوق ويرجع بيديه خاويين. يا اخوان، ديال هادشي اللي بغيت نقول لكم. كتبوا لنا الرأي ديالكم، وفي الاخر الاخوان ما تنساوش تشاركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتخليونا واحد التعليق وواحد الكومونتير يكون زوين. وشكرا جزيلا لكم.